ايضا الشيخ يوسف القرضاوي. هي جمعة الشيخ القرضاوي الشهيرة كان في عهد حضرتك مش كده؟ اظن يا فندم. طيب. اظن حينما جاء الشيخ يوسف القرضاوي من السفر وبتاع ليحتفل وكأنه هو الذي جاء بالثورة، وكأنه الخميني يعني جاء ليحتفل بنجاح الثورة. الشيخ يوسف القرضاوي في مشاهد شهيرة قال انه الجيش الاسرائيلي ارحم من الجيش المصري، وانه يعني الجيش المصري يقتل، ووجه الاهانات للجيش المصري. طالما بيحمل الجنسية المصرية على الدولة ان تتصيده وتجيبه وتحاسبه، ولا لا يمر من الحساب ابدا بأي طريقة. كان شايف لابد أن يحاسب. اللي يقول الجيش الإسرائيلي أكثر إنسانية من الجيش المصري، وإنه الجيش المصري ارتكب المذاهب وحض الجنود على عدم تنفيذ التعليمات، من واقع باسبوره المصري يا فندم يحاسب. كفانا يعني. أنا مش قادر أفهم، بقول لحضرتك اللي بيقول طز في مصر ده اتساب ليه؟ أنا ما أعرفش. وغيره الغلاطين كانوا كثيرين جدا في الفترة الأخيرة، والإهانات كانت يعني من جبل منهارة. ليه؟ يعني احنا ايدنا مغلولة عن الحساب لحساب مصر في ايه؟ دول لويين دراع السلطات في ايه؟ السلطات لا، الدول اللي بتساندهم بتقبل بهذه المهانات لعالمها، بتقبل هذه المهانات لجيشها، بتقبل هذه المهانات لاسم دولتها. ما بيحصلش. هو احنا الحيطه المايله؟ ان لم نحترم انفسنا لن يحترمنا العالم، وان لم نكن اقوياء بالدرجه الكافيه لن يحترمنا العالم. والقوه مش بس العضلات يا فندم، باكج كبير جدا منها احترامنا لنفسينا. ما ينفعش على الدولة المصرية اللي التاريخ بيذكرها أن تعيد ترتيب أوراقها وتقيم من نفسها دولة مصر اللي يستحقها